رحت النهارده مطعم ليموزين حبيب الملايين علشان احضر حفلة عيد الميلاد واصور الاجواء هناك. وصلت وسلمت على الحاج محروس صاحب المطعم وهنيته، ومستر جمال المحترم اللي كان بيضيفني في كل مرة بذوق واحترام. ودخلت علشان اصور الاجواء من اول اليوم. وصلت وقت الغدا وكان الضيوف موجودين في تجمعات صحاب وعائلات وجو جميل كده. وبالمناسبة كانوا عاملين خصم 15% على كل اوردر طول اليوم. وطبعا مش عاوز اقول لكم ان الاكل والخدمة هنا ممتازين جدا، والمكان هنا ميكس بين المطعم والمصمت متجمعين بطريقة شيك في ليموزين. وبدأ بعد كده عروض الفرح والمرح مع الغوريلا الراقصة الشهيرة دي اللي كانت عاملة جو جميل ومبهج للجميع خصوصا مع الأطفال. وكمان القطة المشمشية الحلوة الشقية دي، وكان أحلى هابي بيرث داي يا ليموزين. بعدين جت فرقة الطبلة والمزمار اللي كانوا عاملين جو رايق وحوار وباسطين الضيوف. وكمان كان معانا من أول اليوم الفوتوغرافر الرايق ده مستر محمود، وصور الحفلة والضيوف علشان يوثق اللحظات الجميلة واليوم الجميل ده. وهنا افتكرت طفولتي اللي راحت مع السنين، ووقفت ألعب مع البلالين، واتصورت مع الناس الحلوة اللي كانوا موجودين، ومع أستاذ مصطفى ابن الحاج محروس، واتصاحبت على محمود علشان يصورني كتير وكده، ومستر ابو جبل ومستر وليد. ونخش على شوط تنوره الشديد واللي برضو كان عامل جو حلو وباسط الضيوف. وطبعا علشان احنا في عيد ميلاد فلازم يكون في تورته، وتورته جميله كمان علشان خاطر ليموزين حبيب الملايين، وناخد احلى صوره معاها مع احلى ناس. بعدين نروح على ثلاجه عرض لحوم المطبخ والشوايه، حاجه كده بسم الله ما شاء الله بتتكلم عن نفسها، شغل طازه وفاخر من الاخر علشان يطمنوكم من المنتجات اللي بتاكلوها واللي بتتقدم لكم هنا في ليموزين. ريش وكفته وطرب وكبده وفراخ وكل اللي نفسك فيها تلاقيه، ومع الشيف على الشوايه. ونشوف احلى حكايه. الشكل باين ليكم والريحه فاتتكم، وكانت من حظ الجميل. ريحه الشوي تفتح النفس قوي، خصوصا بقى الكفته اللي حبيتها قوي هنا. وهنا برضو رجعت لطفولتي اكتر، ووقفت انفخ البلالين ليا وللاطفال الموجودين علشان نلعب وننبسط على ما العشاء يجهز، ونخش نجيبه من المطبخ ونسلم على الشيف ونقول له تسلم ايدك. وهقعد بقى اتعشى انا ومحمود الفوتوغرافر سوا اللي اتصاحبت عليه من شويه علشان يصورني، علشان ما بقاش بتاع مصلحته وكده. والاكل نزل، وكالعاده مستر جمال يظبطه برشه بالبهارات السريه علشان يظبط العمليه. الاطباق الموجوده دي جربتها كلها المره اللي فاتت، شوربه الكوارع والفته وطبق ليموزين المتين والممبار والملوخيه، بس في طبقين جداد وهما السجق والكبده المشويه. هنبدا بقى نسمي وندوق علشان الكلام يروق. سخنت وبدات طبق حلويات ليموزين، وبعد كده الممبار، وبعدين زحلقت الكلام بشويه شوربه كوارع مع الفته الرايقه. بعدين محمود دخل على السجق بلقمه عيش وخدها غطس في الطحينه وعمل معاها السليمه، وادى للسجق لايك لما داقه وعجبه. خد بقى انت يا حوده طاجن الكوارع ده واديني السجق اجربه. وكالعاده يا ساده طلع حلو بزياده زي ما توقعت. بعدين دخلت على الكبده المشويه وخدت لقمه هنيه ورحت بيها غطس في الطحينه ونديها لايكات كتيره. قمت بقى اصور محمود بنفسي واشوف تاثير الكوارع عليه، وزي ما احنا شايفين ما شاء الله طلع له عضلات في ساعتها. والحمد لله اتعشينا، وقمت اكمل باقي اليوم واتصورت مع الناس الحلوه دي، وقعدت مع مستر جمال ندردش شويه. النهارده جينا المره الثالثه بقى مع جيمي في ليموزين. يعني اول مره كنا مع جيمي برضه في ليموزين لما جينا انا وعمرو على سهوه، وتاني مره كنا مع جيمي. النهارده عيد ميلاد ليموزين، واحنا قاعدين مع مستر جمال بقى يحكي لنا كل حاجه بقى. ليموزين بقى له قد ايه، والنهارده عيد ميلاده كام؟ بص، اولا احنا بدانا تاسيس ليموزين من 1988 بالنسبه لفرع الحي السابع مدينه نصر اللي احنا فيه حاليا من 2010. 2010 يعني احتفال 13 سنه. 13 اصلا متاسس من 1988. تمام، بالنسبه يعني 35 سنه. 35 سنه بالنسبه لتاسيس المكان. يعني ليموزين اكبر مني. بالظبط كده. ليموزين اكبر مني. تمام. طبعا احنا مبسوطين جدا بعملائنا اللي شرفونا النهارده بمناسبه العيد ميلاد بتاعنا. بنقدم مشويات وبنقدم طواجن وبنقدم مصمت. طبعا ليموزين ليه فرع تاني تقريبا غير هنا، صح كده؟ تمام. احنا عندنا فرعين. الفرع اللي احنا فيه ده حي السابع مدينه نصر 23 شارع الخليفه الظافر، وانت وصفته قبل كده وشرحته تمام. أيوة. بالنسبه للفرع الثاني في المقطم في ميدان النافوره شارع 11 متفرع من شارع 9. تمام زي الفل، عشان اخواتنا بقى اللي في المقطم يزوروا برضو. احنا ان شاء الله لسه هنروح الفرع اللي هناك. انا وعمرو بس شويه كده على ما عمرو بس يرجع من الاجازه. عمرو النهارده مش معانا، احنا كنا عايزين عمرو يبقى معانا في الفيديو النهارده. احنا انبسطنا طبعا النهارده والله، وكان يوم جميل جدا زي ما احنا شفنا. انتظرونا بقى في الفروع الثانيه، وان شاء الله يبقى عندكم فروع ثانيه يا جيمي ان شاء الله، يعني نشوفكم كتير. واحنا انبسطنا والله معاكم جدا يعني، وكل سنه والليموزين طيب، وان شاء الله مزيد من النجاح والسنين كده. يلا سلام. وفي النهاية سلمت على مستر جمال ومستر كريم وشكرتهم. مع السلامة يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.